دينية. الوقاية من الأمراض، هذا المرض هذا المعدي، وفاني باش تكوين على الطواف والسعي، باش الناس تكون شوية عندها وعي، تكون عندها معلومة مليحة. بالأئمة كل شيء، قعدنا 17 حصة تعلمنا مليح كاع، تعلمنا نطوفوا 7 أشواط، صلاة مقام سيدنا إبراهيم. الله نتمنى الصحة للحجاج والحاجات ولبلادنا وعبادنا إن شاء الله. واستعان المسجد بمجسمات للكعبة ومقام إبراهيم لأداء الدروس التطبيقية. من أهم النصائح التي تعطى للحجاج أولا احترام المرجعية، حفظ الأنساك، متابعة الإمام المرشد، تتبع خطوات الحج خطوة خطوة، لأنهم أخذوا الجانب النظري والجانب التطبيقي. ويأتي تنظيم هذا اليوم مكملا للدروس التي كانت تلقى في مساجد تراب الولاية طبقا لتعليمات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، حيث كان الحاج يتلقى هذه الدروس من طرف إمام المسجد. يؤطرها مصالح الصحة ومصالح الحماية المدنية، وكذلك نخبة من السادة الأئمة لتعريف حجاجنا الملايين ولتسهيل كل الظروف. الدورة التكوينية تهدف إلى تلقين وتقديم مختلف التوجيهات الدينية الصحية والإدارية من أجل تمكين الحاج من أداء الركن الخامس في الإسلام على أكمل وجه وبطريقة